السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم متابعينا الكرام في كل مكان. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن التوابل اللي احنا بنستخدمها في الاكل بتاعنا وقد ايه هي مفيدة للجسم. اخترنا النهاردة 5 انواع من التوابل الشائع استخدامهم في معظم التتبيلات للحوم. اول نوع هنتكلم عنه هو الحبهان او الهيل. الحبهان بيعمل على مكافحة السرطان في الجسم، وبيعالج حالات الغثيان اللي بعد العمليات الجراحية، وبيحسن من حالة الجهاز التنفسي ومن حالة الجهاز الهضمي. كمان بيحسن حالة الكبد وبيخلي الكبد يقوم بوظائفه كاملة وسليمة، ويحسن من صحة الأسنان ومن صحة القلب، ويعالج حالات الاكتئاب، ويعالج من مرض السرطان، ويمنع انتشار الخلايا السرطانية اللي في الجسم. كمان بيعالج اضطرابات المعدة زي الإمساك، الانتفاخات اللي بتتكون من التهابات القولون، العسر الهضمي. كمان الحبهان بيعالج من نزلات البرد والرشح والربو والسعال والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الحنجرة، وبيعزز من أداء الجهاز المناعي في الجسم، وبيضر بالبول، وبيعالج التهابات الكلى، وبيساعد في تفتيت الحصوات اللي بتتكون في الجسم، وبيخفف من ضغط الدم العالي لو حد من الناس مصاب بضغط الدم العالي او بيعاني من ضغط الدم العالي. وفي مشروبات كتيرة بتبقى معروفة بان هي بيضاف عليها حبهان، وفي تتبيلات كتيرة لا غنى عن استخدام الحبهان فيها، زي ال7 بهارات لازم تكون في الخلطة بتاعتها حبهان. تاني نوع معانا هو ورق اللورة او ورق الغار زي ما بتسمى في بعض الدول. بيساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والسعال لانه غني بفيتامين سي. بنعالج بيه ازاي؟ بنحطه ونغليه على النار، وبعدين ننزله من على النار ونستنشق البخار الناتج عن الغليان بتاعه. ده بيساعد كتير جدا على علاج نزلات البرد بمشتقاتها. كمان بيحمي القلب من التعرض للنوبات القلبية، وبيحمي من حدوث السكتات الدماغية المفاجئة، وبيحسن من عملية الهضم، وبيقلل الإصابة بالتهاب المعدة، وبيساعد على ضبط مستوى السكر في الدم. يعني لو لا قدر الله حد مريض سكر، ده بيساعد على انه يظبط له السكر في الدم. كمان بيساعد على تقليل إصابة السيدات بسرطان الثدي. وورق اللورة كتير مننا بيستخدمه سليم، وكتير بيحب يطحنه ويستخدمه. في كل الأحوال هو مفيد جدا في استخدامته. نيجي بقى لتالت نوع معانا وهو الكمون. والكمون برضو من التوابل اللي بنحبها جدا، لدرجة ان الكمون مشهور ان احنا لو حطينا عليه سمسم وطحناه بيبقى اسمه دقة، وبيتاكل بيه السميط او المعجنات النواشف اللي هي زي البقسماط والسميط والحاجات دي. فوائد الكمون بيساعد على تقليل الإصابة بمرض السكر، وبيعالج على مشاكل المعدة، وبيعزز من صحة الجهاز الهضمي لأنه بيساعد على التخلص من السموم الموجودة في الجسم، وبيقلل الكوليسترول اللي بيبقى داخل الجسم، علشان بيساعد على تنظيم نسبة الدهون اللي داخلة للجسم. كمان هو بيعتبر مضاد للالتهابات لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. كمان الكمون مفيد جدا للدورة الدموية، ومفيد للبشرة، ومفيد للشعر. وطبعا احنا عارفين ان زمان لما كان حد بيبقى عنده طفل تعبان كان بيعمل له كمون مغلي ويشربه له. تعالوا بقى للنوع الرابع معانا، الفلفل الاسود. الفلفل الاسود بيساعد على تخفيف قرحة الجهاز الهضمي، وبيحسن من صحة الفم، وبيحسن من الهضم في المعدة. والمنطقة اللي مشهور انه بيتزرع فيها الفلفل الاسود جنوب الهند، لان هناك هو الجو الملائم لزراعة الفلفل الاسود. كمان
من خصائص الفلفل الاسود ان فيه مضادات للاكسدة، لانه بيساعد على امتصاص العناصر الغذائية وبيحسن من وظائف الجهاز الهضمي، وبيحفز المعدة ان هي تفرز بعض الاحماض علشان تهضم البروتينات اللي موجودة في الطعام. كمان الفلفل الاسود حلو جدا للدورة الدموية، وبيساعد على قتل بعض الميكروبات اللي بتتكون في الامعاء، وخاصة عند الاطفال الصغيرة، مش الصغيرة الرضع، الاطفال الصغيرة اللي طول الوقت بيبقوا بيلعبوا وبياكلوا حاجات وهم بيلعبوا. الفلفل الاسود والشطة من الحاجات اللي بتقتل الميكروبات اللي في المعدة. خامس نوع معانا الكزبرة، والكزبرة في منها نوعين، الخضرة والجافة، والاتنين في كل الاحوال ليهم نفس الفايدة. فالكزبرة الخضرة مفيدة جدا لو جبناها وكلناها كده خضرة، نغسلها وناكلها وممكن نغليها ونشربها. وطبعا زي ما احنا عارفين بنستخدمها في بعض السلطات والاكلات زي المحشي، واكلات كتيرة جدا بنحب نحط عليها الكزبرة الخضرا. الكزبرة الجافة برضو مفيدة جدا وبنستخدمها في الاكل، بس معروف ان احنا بنستخدمها مطحونة. كمان بنضيفها على بهار اللي هو السبع بهارات، هي عنصر من العناصر اللي بيتكون منها السبع بهارات. فايدة الكزبرة ان هي بتعزز من صحة الدماغ، وبتعزز من صحة الجهاز الهضمي، وبتقلل نسبة السكر في الدم، وجيدة جدا للقلب، وبتساعد على نقص الوزن للي عايز ينقص وزنه. بيجي بالليل كده وبيغلي الكزبرة الجافة او الخضرة زي الاعشاب وبيشربها بالليل، وده بيساعد على نقص الوزن. كمان بتقي من الإصابة بالسرطان، وبتساعد على تقوية المفاصل والعظام، وبتحمي من التهابات العظام. كمان كويسة جدا للشعر، يعني هي فوائدها متعددة، ولو قعدنا نتكلم عنها هي مفيدة 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 جدا جدا. ده كان فيديو النهاردة، ودي كانت 5 أنواع من التوابل الشائع استخدامها في المطبخ، فحبينا نتكلم عنها وعن فوائدها. وخلص فيديو النهاردة، اتمنى ان يكون الفيديو افادكم وعجبكم، ولو عجبكم هستنى ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.